السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم عواشر مبروكات، نعاد عليكم بالصحة والسلامة وبالهنا، وباش ما كتمنوا يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الريب عائلي. الطريقة والنتيجة ديالو سهلة وناجحة 100%. غادي نحتاجو على بركة الله، عندنا هنا اطرونس تاع الحليب، اما هاد العادي اما ديال البقرة نيشان. هنا غادي نحتاج واحد ساشي فاني، واحد جوج كيسان ياغورت ديال الفاني اولا ديال نكهه البنان، وعندي هنا واحد الخمسة المعالق كبار ديال سكر سنيده. نبداو على بركه الله. هنا غادي نجيب لواحد كاسرونه، وغادي نحط فيها داك اطرو ديال الحليب اللي غادي نغليوه على النار. البنات هنا ماشي غادي نغليوه حتى يسخن بزاف اولا حتى يجيب الغليه. اون فوا كيدير داك الفقاعات من الجناب صافي كنزولو من على النار. هنا غادي نجيب واحد زلافه كبيره، غادي نوضع فيها داك ساشي فاني ونوضع فيها سكر سنيده. البنات هنا هاد 5 المعالق اللي قلت لكم راه كتجي هي نيشه، الحلاوه ديالها كتجي طبيعيه. الناس اللي كينقصهم سكر ينقصهم سكر، والناس اللي كتعجبهم الحلاوه زايده شويه يضيفوا 5 المعالق اولا 6 المعالق، هما وشنو بغاو. انا هنا غادي نضيف داك جوج المعالق، عفوا دوك جوج ياغورت. بالنسبه للناس اللي تكون الاسره قليله كيديروا اطروط الحليب ويديروا فيه كاس ياغورت ديال الفاني واحد. اما انا عندي هنا اطرونس، غادي ندير جوج كيسان ديال الياغورت. غادي نحرك مزيان مزيان باش هكا تذوب ديك السكر سنيده. البنات السكر سنيده قلنا حبيبات رقيقه، ما تكونش ديك الغضيضه، لان الا بقات كتبقى تكنزز في سميتو. هنا غادي نحرك مزيان اما بالمعلقه عاديه ولا بداك الطراب اليدوي عادي حتى تتخلط داك الحليب مزيان مع داك الفاني صافي. هنا البنات كيف تلاحظوا معايا راه يلاه جاب داك الغليه، يلاه تيبغي يجيب داك الغليه تيدير دوك الفقاعات من الجناب. غادي نحيدهم فوق البوطه وغادي نكبو على داك الحليب اللي كان عندنا بارد. كنبدا نحرك هكا تنحرك حتى بحال زعما بغيت الحليب يدفى ليا شويه، ما يبقاش سخون بزاف. اولا نتوما غير خلطوه بحال هكا وخليوه فوق البوطه، فوق البوطاجير عفوا، يدفى ما يكونش سخون بزاف بزاف. كيف تتشوفوا معايا كنحرك مزيان هكا حتى ديك السنيده التحتانيه بغيتها تذوب مزيان صافي. هنا البنات غادي نجيب واحد القرعه ديال الماء اولا قرعه ديال يعني الماء طبيعي، وغادي نكب فيها هذا الخليط هذا من بعد ما يدفى. البنات نصيحه، من بعد ما يكون دفى خلينا فوق البوطاجير شويه يدفى عاد نكبوه في القرعه. هنا كيف تلاحظوا معايا قرعه جبت دواز، وغادي نجيب داك الحليب اللي صاوبت اولا داك الريب اللي صوبت، وغادي نكبو كاملو في هذه القرعه هذه. هنا البنات راه كيبقى هنا البنات غادي نعمر هاد القرعه هذه كيف تلاحظوا معايا، وانا كنبرد تنحاول نبرد هذاك الحليب هكا باش ما تخسرش لينا القرعه، وفي نفس الوقت الطريقه ديال هاد تحضير الريب هكا كيبغي ما يكونش داك الحليب بزاف سخون. هنا من بعد ما عمرت القرعه راه كتشط ليا واحد تقريبا كاس، ممكن اما هاد الحليب تحتفظوا به ديروه في شي كيك اولا ديروه في كاس كبير وديروه في الكوكوط وتكبوا عليه الماء يتنصوه بالماء هكا ونخليوه دافي. انا هنا البنات جبت هاد التقشيره هذه خاصه بهاد القرعه، لانه صراحه ما كنبغيش ندير ديك المانطه كبيره ولا هذا. هنا هاد التقشيره هذه راه سخونه من الداخل، دايره بحال الهيدوره مصوفه من الداخل، فكتحتفظ ليا على درجه الحراره اللي بغيت لهذا الريب هذا. كيبقى دافي الليل كله تقريبا. زوينه ما نكذبش عليكم، عجبوني واخا الناس يقدروا يديروا، ولكن كيف تلاحظوا راه من الداخل سخونه. خاصه درت هاد التقشرات غير على حساب هاد الريب هذا، لانه حنا مراكش تبارك الله راه الحراره سخونه، وخا في البرد ما نقدروش نلبسوا هاد النوع ديال التقاشر. المهم هنا البنات من بعد ما بيتو 24 ساعه في البلاكار مغطي بكل شيء، لا لغدت ليه الصباح كنجبدو وكندخلو للثلاجه، كنجبدو من ديك التقيشيره وكندخلو للثلاجه كيقعد واحد الساعتين تيبرد على خاطر خاطرو. وشوفوا البنات يعني
لا تيستور ديالو. ولا شوفوا انا كنورك على القرعه هكا باش كيخرج ليا هذاك الريب. هنا شوفوا تبارك الله خاطر، رائع جدا، بنين البنات واقتصادي البنات. رائع رائع بزاف الصراحه الله. جربوه وردوا عليا في لي كومونتير واش نجحت معكم هاد الطريقه اللي سهله وناجحه 100%. هنا كيف تشوفوا معايا راه كنهزو، راه ثقيل بالمعلقه وخاتر وانا كنذوقو صراحه الله والله ما شبعت منه وما شبعوش منه الوليدات، لانه كيجي بنين بنين بنين. وعارفين اش داير فين، عارفين اش دايرين فيه وعارفينه كيفاش مطيبينه. ناجح وعائلي، يعني يشربوا فيه 6 الافراد 7 الافراد اللي عادي يشربوا من هذا الريب هذا. كنتمنينا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بجيم وبارطاجيو هذه الحلقه. دمتم سالمين، في فيديو اخر ان شاء الله.